المغرب ما تخاف كم من المغرب. الفريق المغربي ما يخاف كم من نفسه، لانه الفريق المغربي من كبار العالم، هذا حتى بترتيب الفيفا متاع عنده 48 ساعه. سادس فريق في العالم. ماناش احنا تقول لا مجامله وعرب ونحبوا المغرب، لا لا لا، فرض حبها علينا. المغرب فرض حبها علينا، وبما انه فريق عربي ما تنجم كان تحبه وتشجعه، واضحه. الترتيب الاخير المغرب السادس، عندك 212 بلد، المغرب السادس. كيفاش على اللي يجي من بعد؟ اللي يجي من بعد لوج عليه باللوب، لوج عليه بالفتاش. اذا المغرب يخاف كم المغرب. جمال مبسوط يبتسم. لا عنده الحق، صح عليك، صح عليك معناها. لا صح عليك، صح علينا ايضا للامانه. معناها المغرب فرض علينا وانا نتفرجوا فيه وكانوا فريقنا. صحيح. فرض علينا كعرب، يمثل رغبة العرب وحماس العرب، ويمثل طموحات ايضا العرب. خالد يحكي لك احنا ما عندناش عقد. انا شخصيا ما عنديش عقد. انا اللي ينورني كبلد عربي انا معاه، نزل العالم معاه. المغرب نورنا. ما تنجمش ما تحبش المغرب، ما تشجعش المغرب، ما تنجمش المغرب يلعب بين نهارين وبين نومين، ما تقعدش تفرش المغرب لاخر مقابله. سامحني، فرق اخرى يجيك النوم وترقد، يجيك النعاس. اذا قلت لك المغرب اليوم فرض نفسه، واليوم المغرب عدوه الاول هو المغرب. التواضع، التواضع. تطالبه بالتواضع. التواضع. خاف يقول لك احنا البرازيل مش احرجناها، بالبرازيل كنا قاب قوسين ان ننتصر عليه، وكنا نجم ننتصر على البرازيل. فاسكتلندا شكوني؟ لا ترد بالك. نبقاو ناس متواضعين، كل منافس نعطيه حق. اسكتلندا راهي الكره الانجليزيه، اسكتلندا راهو اللاعبين الكل. ما كنتش تحبذ ان تبدا المغرب بمواجهه البرازيل المونديال؟ لا بالعكس، خلي تدخل كاس العالم الباب الكبير. خلي تدخل كاس العالم من الباب الكبير، تحط البصمه نتاعها من النهار الاول، لانه الناس الكل زعما احنا الكلنا الحقيقه، وانا وخالد هل حيعاودوا نسخه قطر ولا لا؟ الكلنا 2022 قلنا هي استثناء والمغرب وربما وكاس عالم مش كيما كذا، ولكن جات مقابلون من البرازيل. ترى زعما هذه المغرب تاع 22 لقينا مغرب اقوى، الامان اقوى من 22. واللي يحكي لك عليه خالد، وان وليد الركراكي ربما اعطى اقصى ما ينجم يعطيه للمغرب لمده 5 سنوات. هي في النهايه تبقى قدراته وافكاره. وللامانه حتى عمليه التغيير كانت طريقه سلسه، طريقه حضاريه جدا، نقله سريعه حضاريه جدا. فماش التشنج ولا وتنحي وهو رشحنا وهو لا، طريقه سلسه. ثم انا اكتشفت بس المدرب محمد وهبي الحقيقه انا ما نعرفوش، نعرف الشبان، نعرف المغرب في الشبان ما شاء الله، ولكن ما نعرفش شنو هي البصمه اللي ينجم يضيفها. راهو في مهمه مستحيله. معناها تجيب مدرب، وخالد مدرب ويعرف، تجي انا تعطيني فريق في القمه وتقول لي يا دربه القمه وصلنا نص النهائي، شنو معناها؟ محمد وهبي جيب لي النهائي وانا اجيب لي كاس العالم، يقبلها. ولكن اكثر من هكا يعطي بصمه للفريق، عمل ما يسمى احنا نسميه معناها معناها تواصل مع التغيير، تواصل نفس الافكار الكبيره مع تغيير. نعم. المغرب حقيقه في 22 كان قوي جدا، ولكن الانتصارات بضربات الجزاء بمقابله رجوليه الان بالفرجه. مؤشرات البدايه اعطتك خلينا نقولوا استبشار بان في هذه النسخه سيكون اقوى. هذا البدايه تعطيني هك واللي ريناه المؤشرات وانه المغرب ممكن يمشي لبعيد. تبقى ديما راهو كرة القدم ماهيش علم صحيح اكيد، وكرة القدم نتيجة تنجم تغير كل شيء، ولكن نتمنى انه المغرب يبقى سقيه على الارض، مش البرازيل ومن بعد اسكتلندا. نعم. اسكتلندا اصعب من البرازيل اكيد. كل منافس تعطيه حجمه تعطيه قيمته. جمال، كيف تبدو خلينا نقول الحسابات اليوم في الأوساط المغربية لدى الجماهير، لدى خلينا نقول المسؤولين في التعامل مع هذه المعطيات اليوم؟ الضغوطات كبرت، الطموحات زادت،
خلينا نقول المجال لا يحتمل الخطأ. هو كلام خالد وكلام أستاذ فتحي يظهر لك حجم المسؤولية التي أصبحت على عاتق هذا المنتخب. الآمال والتطلعات كبيرة، أصبحت كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي. صحيح يعني دورة قطر نجح بامتياز، بلغ الدور النصف النهائي وكان ممكن يمشي أبعد لولا ضربات الجزاء التي لم تصفر يعني في المقابلة النهائية. وكانت دورة ملهمة جدا ليس فقط للمغاربة وإنما للعالم العربي، للقارة الإفريقية وللعديد من البلدان يعني خارج المغرب، لأن امتدادها كان أكبر من كرة القدم وكان أكبر يعني من الرياضة، انعكاساتها حتى على المغرب على الكثير يعني من الأمور. بالتالي هذا المنتخب دخل لهذه البطولة وعنصر المفاجأة ليس موجودا مثل ما كان الأمر عليه بالنسبة للمنتخب الذي شارك في دورة قطر. منذ البداية كانت عنده يعني موقعة كبيرة جدا أمام منتخب البرازيل بطل العالم ل5 مرات، موطن النجوم واللآلئ والمواهب وكل الأمور التي يمكن الحديث عنها. في المقابلة الأولى اجتاز يعني امتحان بنجاح على كل المستويات، دفاعيا هجوميا، قدم كرة ممتعة في عملية البناء، في عملية التحولات. فاليوم سيواجه منافس مختلف هو المنتخب الاسكتلندي. منتخب اسكتلندي ايضا منتخب قوي، في جزئية بعيدا عن الجانب المهاري، ممكن المغرب تملك جيل مهاري بمستوى عالي، لكن اسكتلندا منتخب بدنيا دفاع تكتيكي، دفاع بدني صحيح. قوي، ولربما هذا تجربة أخرى مختلفة. لا، تجربة مختلفة، نوعية لاعبين مختلفة، لأن وسط ميدان منتخب اسكتلندا إيطالي، لاعبين يعني يمارسون في الدوري الإيطالي، عنده لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي في ليفربول، في عدد يعني من الأندية المميزة، عنده 11 لاعب من طراز عالي جدا. فريق ايضا صحيح هو امتداد لكره القدم البريطانيه ولكنه مختلف عنها ايضا، عنده مزيج بين المهاره والجانب عنده كما قلت لك وسط ميداني يلعب في ايطاليا، لاعبين يعني في ليفربول، عنده قدرات كبيره جدا. بالتالي امتحان صعب بالنسبه للمنتخب المغربي، يجب ان يقدم نفس النسخه التي قدمها أمام المنتخب البرازيلي، مع ميزة أخرى يجب أن تكون، لأنه حينما تصنع اللاعب يمكن أن تترك يعني فراغات، مساحات، وهذا أيضا أمر يجيد المنتخب الاسكتلندي الذي يجيد أيضا تحولات. هو أيضا عنده بطء يعني في قلب الدفاع، وربما مدرب المنتخب الاسكتلندي يفكر في اللعب ب3 لاعبين في وسط الدفاع، سبق له جربها أمام منتخب الإيفواري. عنده قوة كبيرة أيضا الجهة اليسرى، هي الجهة اللي يصعد منها حكيمي. مباراة تحتاج سفيان مرابط بالقوة البدنية. لا أعتقد أنه مدرب محمد وهبي سيغير في التشكيلة، تقريبا سيحتفظ على نفس التشكيلة التي خاضت المقابلة الأولى. إذا كان في تغيير ربما في تموضع بلال الخنوس مع عز الدين أناحي ممكن، هذا هو، ولكن التشكيلة أعتقد ستكون نفس التشكيلة، لأنها التشكيلة في الجولة في المقابلة الأولى يعني كانت مميزة. والكلام اللي قال لما يتكلم أستاذ فتحي على التواضع، ويقصد أنه لا نضع المنافس في الجيب لأنني تعادلت مع البرازيل سأواجه اسكتلندا، لا، هذه مقابلة مختلفة تماما، تحتاج الإرادة، تحتاج الصلابة، وتحتاج أيضا إلى الكثير من التركيز، وتحتاج أيضا إلى الفعالية، لأن الفعالية لو حضرت في المقابلة الأولى كان ممكن المغرب في 20 دقيقة الأولى تكون 3-0 أمام البرازيل. توقع للسيناريو التكتيكي مع اختلاف المواجهة والمنافس زي ما أشرنا وتكلمنا على منتخب اسكتلندا والمغرب، تتوقع محمد وهبي ممكن يحدث تغيير في خصائص اللاعبين وأدوارهم وكذلك حتى في أسلوب اللعب، ولا الاستمرار بذات الأسلوب اللي خاضت به المغرب مواجهة البرازيل وقدمت أوراق اعتمادها بشكل كبير؟ خالد، الحقيقة لا أتوقع أنه يصير تغيير على مستوى لا اللاعبين ولا على المستوى زاد الشكل التكتيكي، لأنه اليوم المنتخب المغربي في مباراة البرازيل ورى أنه دفاعيا متماسك، والكتلة دائما ما تكون مترابطة. على مستوى التحولات ورينا الهدف كيف صار، انه يعرف يفك الكرة في منطقة معينة ويتحول بسرعة. ولهنا اللاعب كيما دياز ولا السايبري اكيد عندهم دور كبير ياسر، خصوصا لاعبي وسط الميدان. يمكن هذه الاضافة الكبيرة من المدرب وهبي، انه حط لاعبين وسط الميدان على المستوى الفني متميزين. اللاعب عيناوي، اللاعب بوعدي وناحي، لاعبين على المستوى الفني ما ضيعوش الكرة، وخاصة معهم دياز ومعهم دياز وسط الميدان. يعني دائما
لما يكون وسط الميدان في 4 لاعبين الخاصيه نتاعهم فنيه بشكل اساسي، لكن زاد في استرجاع الكره عندهم ذكاء يعني ملاحظ، ما يفوقوش، ما همش لاعبين نتاع كونتاكت، لكن لاعبين اللي يفوقوا الكره بمستوى تكتيكي مميز، وهذا اللي لازم يستحفظ عليه مدرب المنتخب المغربي. يعني ويمكن الاضافه الكبيره اللي عندك زاد لاعبين اظهره اللي على المستوى الهجومي متميزين، عندك حكيمي ومزراوي اللي لاعبين على المستوى الدفاعي اكيد مميزين، والمستوى اللي يلعبوا فيه خليهم لاعبين يعرفوا شو يعملوا دفاعيين، لكن الاضافه نتاعهم هجوميا كبيره ملاحظه. دونك تصور اللي ما باش يصير تغيير كبير في الشكل والا على مستوى اللاعبين، لانه المنتخب المغربي ورى يعني فليكسيبيليتي، ما عادش الكلمه كيفاش تتقال، مرونه تكتيكيه فنيه على الناحيتين الدفاعي والهجومي، وخصوصا في التحولات اللي هي حاجه يعني نقطه قوه المنتخب المغربي، وهي خاصيه الكره الحديثه. خالد، ربما الحلم يطرق الابواب، الفوز اليوم يعني وضع قدم ونصف في الدور القادم بعد تعادل البرازيل الأول. أعتقد بأن محمد وهبي مدرب قدم شكل تكتيكي مختلف عما يقدمه وليد الركراكي مع المغربي. صحيح وصل إلى النصف نهائي في كأس العالم، لكن محمد وهبي مع المغرب غير. صحيح، أفكار أخرى، نفس التنظيم الدفاعي لكن أفكار هجومية أخرى. يعني ممكن صار لنا من مدة كبيرة أنا ماناش المنتخب المغربي يضغط عالي على منتخب أقوى على الورق، ممكن أنا ما يدريش أقوى تاريخيا وأقوى على الورق، هذه أقوى تاريخيا، لكن على الميدان ما وراش اللي هو أقوى، لأنه المنتخب المغربي لعب بدون عقد، ضغط عالي في اول المباراه. يعني فما احصائيه مهمه جدا ان المنتخب المغربي سدد 6 مرات في ال10 دقائق الاولانيين على المنتخب البرازيلي، اللي هي ما صارتش للبرازيل من عام 66 ولا يعني احصائيه صحيحه. يعني منتخب يدخل مباراه ضد منتخب قوي وكبير بتاريخه وبلاعبيه وما يقدروش وما يحترموش، يمشي له في المناطق نتاعو يضغط عليه ويسدد ويسجل له ويكون هو المستحوذ. هذا ما نجم يعملها كان فريق عنده امكانيات ساعة على المستوى الفني البدني، وزاد عنده مدرب يمن بقدرات المجموعة وما غير عقد. اليوم صحيح وليد الركراكي حد ما شك في المسيرة الجيدة اللي عملها، لكن اليوم وهبي بأفكار ممكن هجومية ما تعودش المنتخب المغرب عليه، وهذه قوة وهذا التحول الكبير في المنتخب المغربي. اليوم يقعد التأكيد تاريخيا المنتخب المغربي فاز على اسكتلندا في 98 في كأس العالم، وأعطاه ممكن ترشح ما ترشحش لكن فاز عليه، وممكن هنا فما الأسبقية المعنوية، زاد فما الأسبقية على المستوى الفني البدني التكتيكي. قلت لك قبيل المنتخب المغربي الوحيد من المنتخبات العربية ولا الإفريقية تحس يلعب في المستوى العالي، تحس اللاعبين نتاعو تتفرج المستوى العالي. فرنسا نجم تقارنوا بفرنسا بهولندا بالمنتخبات العالمية. إن شاء الله اليوم ما يصير التأكيد. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.